الحمد لله الواحد الواجد العظيم الدائم الرحمن الرحيم القوي الغني الحكيم قضى فأسقم الصحيح وعاف السقيم وقدر فأعان الضعيف وأوهى القوي وقسم بحكمته العباد إلى طائع ولئيم وجعل مآلهم إلى دار نعيم أو دار جحيم. عصى آدم وإبليس فهذا مرحوم وذاك رجيم. فإذا سمعت بنيل الممالك أو رأيت حصول المهالك فقل ذلك تقدير العزيز العليم. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأستغفره وأتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ومعلمنا ومربينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من بين خلقه وحبيبه أرسله ربه بنور الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أبهى من البدر في ليل التمام وقل أسخى من البحر بل أرسى من العلم أصفى من الشمس في نطق وموعظة أمضى من السيف في حكم وفي حكم. بنور هديك كحلنا محاجرنا لما كتبنا حروفا صغتها بدم. من نحن قبلك إلا نقطة غرقت في اليم بل دمعة خرصاء في القدم. أكاد أقتلع الآهات من حرقي إذا ذكرتك أو أرتاع من ندم. أهديتنا منبر الدنيا وغار حرى وليلة القدر والإسراء للقمم والحوض والكوثر الرقراق جئت به أنت المزمل في ثوب الهدى فقم. اللهم صل على سيدنا محمد في العرب والعجم. صل عليه يا ربنا في كل الأمم. صلى عليك الله يا علم الهدى ما هبت النسائم وما لاحت على الأيك الحمائم وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين وزوجاتك أمهات المؤمنين وعلى الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، لازلنا مع السب والشتم واللعن، وتعالوا بنا في هذه الدقائق نقف مع أخطر أنواع السب والشتم. تكلمنا عن عموم السب والشتم، ولكن تعالوا بنا نحذر بعضنا بعضا عما لا يجب حتى الاقتراب منه، حتى التشبه بمن يقومون به، بل حتى الجلوس مع من يقدمون على مثل هذا الفعل. أخطر أنواع السب والشتم، ولا شك أن أخطرها ما يقدم على فعله الكثير، سب الذات الإلهية، التجرؤ على أن يذكر في سبه وشتمه ولعنه رب العزة سبحانه وتعالى. رب العزة سبحانه وتعالى كم هي ثقيلة على قولها، ما بالكم على من يقع فيها يتجرأ أن يقدم على سب من رزقه وخلقه ووهبه اللسان الذي ينطق به. سئل الإمام أحمد قيل يا إمام، رجل سب رجلا فذكر له أمه، سبه بأمه وبأبيه، بالله عليكم أليست كلماتنا هاتف؟ سبه بأمه وبأبيه وبمن خلقه. رجل سب رجل فذكره بأمه وبأبيه وبمن خلقه، ما حكمه؟ فرد
رد الإمام أحمد قال: هذا رجل خارج عن أمة الإسلام بيقين، رجل خارج عن أمة الإسلام، لا نقاش، بيقين هذا كافر. جيء إلى الإمام مالك رحمة الله عليه فقيل: يا إمام، هل من سب الدين كافر؟ أعيد: يا إمام، هل من سب الدين كافر؟ اجتهدوا، لكم الباب مفتوح. يا من تتجرأ على سب الدين نهارا وليلا وجهارا وإعلانا وإسرارا، اجتهد، افتي لنفسك الآن. ولكن اسمع فتوى الإمام مالك في حقه الذي قيل فيه: أيفتى ومالك في المدينة؟ اسمع ماذا قال فيه. قيل له: يا إمام، أكافر؟ هل هو كافر؟ قال: لا، ليس بكافر. قيل: يا إمام، هذا رجل يسب الدين. قال: ليس بكافر. لما يا إمام؟ لما ليس بكافر؟ قال: هذا رجل ليس بكافر، إنما هو إمام الكفرة. هذا قليل في حقه أن يقال كافر، هذا إمام الكفرة. إمام الكفرة من يسب الدين. قيل: يا إمام، هات الدليل. قال رب العزة سبحانه وتعالى: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. وإن نكثوا أيمانهم، كانوا مؤمنين فصاروا كفارا من بعد عهدهم، من بعد أن قالوا: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وطعنوا في دينكم، تكلموا في الدين، سبوا الدين، تجرأوا على الدين. قاتلوهم، فقاتلوا أئمة الكفر. ألم يقل إمام الكفرة؟ أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع علماء الأمة المحمدية على أن من يسب الدين كافر، على أن من يسب الدين كافر أو يسب الذات الإلهية. أول جزئية سب الذات الإلهية والعياذ بالله، أو سب الدين. ثانيها أخطر أنواع السب والشتم، أن يتجرأ الإنسان على أن يسب الصحابة أو أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة أو أزواج النبي. قال عليه الصلاة والسلام: ملعون من سب أصحابي، ملعون من سب أصحابي. قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أصحابي فقد أحبني، ومن أبغض أصحابي فقد أبغضني، ومن آذى أصحابي فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك الله أن يأخذه. إنسان يأتي بالتدرج، لا يظن أن الجرأة على أن يسب صحابيا أو يسب زوجا من أزواج المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا هين، ليس بهين.
ومن آذى الله يوشك الله أن يقتله. ثالث أخطر أنواع السب والشتم سب الوالدين. سب الوالدين. قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من سب والديه. لعن الله من سب والديه. صار شيئا عاديا سب الوالدين، شيئا عاديا. بربكم ألسنا نرى القليل من سلم منا ولم يسب والديه؟ ألسنا نرى القليل من سلم ولا يسب والديه؟ قيل لرسول الله: يا رسول الله صلوا عليه، أيسب أو أيشتم الرجل أباه وأمه؟ قال: نعم. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ كيف للرجل أن يسب أمه وأباه؟ قال: يشتم أبا الرجل ويشتم أباه، فيرد الرجل فيشتم أباه وأمه. أنت تشتم ذاك بأبيه وأمه، فيرد عليك فيشتم أباك وأمك، فتكون أنت الذي شتمت والديك وليس هو. رابعها أخطر أنواع السب والشتم، وتعالوا بنا نقتصر على الأربعة لضيق الوقت. قال: سب الأموات. سب الأموات. البعض منا ما سلم الأموات من لسانه. قال عليه الصلاة والسلام: اذكروا موتاكم بخير. يا أخي اذكر الميت بالخير أو لا تذكره. أما أن تسب الميت، تشتمه، تعيره، فهذا من أقبح أنواع السب والشتم. ولذلك قال السباك رحمة الله عليه: قال: رجل ما سلم الأحياء